اهلا بكم في قناة حلو حادق مع مريم، وحشتوني كتير جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل خبز لفة الصوف بريوش جديد، شكل وطعم يجنن، وهش هشاشة غير طبيعية. شكله فعلا يخطف العين. اتمنى تجربوه ويعجبكم. وتعالوا نشوف الحشوة بتاعته عاملة ازاي. خطير يا جماعة، ان شاء الله لازم تجربوه. شايفين هش قد ايه؟ فعلا يجنن. وهوريكم كمان حشوة الشوكولاتة خطيرة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا الخطيرة دي هنعملها ازاي بمقادير مظبوطة 100%. ويلا بينا نشوف وصفتنا. ومعايا هنا كوباية من اللبن الدافي تساوي 213 جرام. 4 معالق كبار من السكر هتساوي 65 جرام. ونقلب المقادير مع بعض بالشكل ده. ومعايا هنا معلقة ونص صغيرة خميرة هتساوي 8 جرام. ومعايا هنا حوالي ربع معلقة من الملح هتساوي 5 جرام. تمام كده. معلقة كبيرة من الزيت. وكمان معايا هنا بياض بيضة وهقول لكم ليه. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الخل. ونخلط كل مقاديرنا مع بعض بالشكل ده. ومعايا هنا فانيليا سايلة، لو مش متوفر عندك هتحطي رشة بسيطة جدا من الفانيليا. ومعايا هنا 4 كوبايات من الدقيق هتساوي 400 جرام. وهضيف الدقيق هنا بالتدريج. واول ما يتقل معايا هشيل المعلقة. كده خلاص انا هشيل المعلقة وهستعمل ايديا. مش هحط الدقيق كله، انا هنا هشوف حسب قوام العجينة. انا عايزة هنا العجينة طرية وبتلزق، مش عايزاها قاسية، علشان لو كانت قاسية معاكي هتديكي نتيجة غير مرضية، وهيبقى الخبز معاكي مش هش خالص. تمام. انا هفضل اعجن فيها بالشكل ده. وبعدين هضيف لها هنا حوالي 30 جرام من الزبدة. لو مش متوفر عندك هتحطي معلقة زيت او معلقتين. وهشيلها من البولة وهدلك العجين بتاعي كويس لمدة 10 دقايق. هو دلوقتي بيلزق، لكن مع العجن هتلم معاكي وهتبقى طرية وشكلها جميل جدا. كده خلاص انا خلصت العجين بتاعي. وكده خلاص انا خلصت العجين بتاعي وعايزاه يلزق بالشكل ده. تمام كده. هحطها في بولة واسيبها تتخمر لمدة ساعة كاملة في فرن دافي كده علشان الجو كان بارد. تمام. وهسيبها تتخمر لمدة ساعة وهرجع لكم. وده شكل العجينة بعد مرور ساعة. هقطعها دلوقتي على 5 كور. رشة بس من الدقيق بسيطة جدا علشان ما تلزقش مني. وهقطعها على 5 كور متساوية. هكور العجين بتاعي وهرجع لكم. كده انا كورت العجين بتاعي على 5 كور متساوية. وهاخد اول كورة وافردها بالطول. هفردها هنا بالنشابة بدون دقيق، هي مش بتلزق معايا. شايفين العجينة جميلة جدا. كده خلاص انا فردت العجين بتاعي. بجيب هنا حشوة شوكولاتة، والشوكولاتة دي بديل النوتيلا. وهحط لها هنا كمان شوكولاتة مبشورة. لو انت حابة تعمليها بشوكولاتة مبشورة بس مفيش مشاكل خالص، طبعا حسب المتوفر عندك. ممكن كمان تحشيها جبن. وبخلي الجزء الاخير ده وبشرطه كله بالشكل ده لحد ما بخلصها، واروح جايباها ولفها. تمام. وهحطها في الصينية بتاعتي، والصينية هنا مقاس 20. ولازم تكون الصينية مدهونة وفيها ورق الزبدة علشان تعرفي تقلبي العجين بتاعك.
هنا عشان هي لزقت معايا هاحط رشة بسيطة جدًا من الدقيق، وهافرد العجينة التانية زي ما فردت العجينة الأولى، وهاحشيها هنا بالشوكولاتة، وعايزة أقول لكم كان طعمها خطير جدًا. وهاقول لكم ليه، إن أنا حطيت بياض بيضة بس في العجين بتاعي، علشان كان متوفر عندي بيضة واحدة بس، فحطيت بياض البيض وشيلت الصفار على جنب علشان هادهن بيه وش العجين، لكن لو متوفر عندك البيض حطي بيضة كاملة وهتبقى النتيجة جميلة جدًا. ولو بتعجبك وصفاتي اعملي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، ولو بتتابعيني قولي بتتابعي من انهي بلد وكومنت محفز زي كده حلو علشان يشجعني، واحط اللايك علشان كلنا عارفين ان اللايك بيرفع الفيديو. ولو عايزة اي وصفة اكتبيلي في كومنت وانا اعملها لك فورا. وهقفل على الحشوة بتاعتي بالشكل ده، وهجيب هنا قطاعة البيتزا وهشرط بيها العجين بتاعي وهسهل عليك الشغل. تمام، انا هلف العجين بتاعي وهحطها في الصينية، وكده خلصنا كمية العجين بتاعتنا كلها. وهظبط العجين بتاعي في الصينية على قد ما اقدر علشان يبقى شكلها حلو، وهسيبها تتخمر من ساعة لساعة وربع لحد ما يتضاعف حجمها. هغطيها ولما تتخمر ان شاء الله هرجع لكم. وده شكل العجين بعد ما اتخمر لمدة ساعة. تمام كده، هجيب صفار البيض وهضيف عليه معلقتين من اللبن ومعلقة كبيرة من الخل علشان زفرة البيض ورشة من الفانيليا كده. تمام، وهخلطهم مع بعض. ونجيب الخبز بتاعنا وندهن بيه الوش، ندهنه بخفة علشان التخمير بتاعنا ما يهبطش مننا. وطبعا كلنا عارفين ان البيض بيدي لون حلو جدا للمخبوزات، لكن في ناس ما بتحبش البيض ولا زفرته. تمام كده، فبتجيبي معلقتين من اللبن وعليهم فانيليا وبتدهني بيهم المعجنات بتاعتك عادي، مفيش مشاكل. هندخلها الفرن على 180 وهتاخد معايا حوالي 45 دقيقة. انا حبيت اصورها لكم وهي في الفرن كده، شايفين شكلها يتجنن. لما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. وده شكل الخبز بتاعنا. طبعا كالعادة لازم ندهن المخبوزات بتاعتنا بالزبدة علشان الوش بتاعها يبقى طري وهي كمان تبقى طرية معانا. كده انا خلاص دهنتها، هغطيها لمدة 10 دقايق وبعد كده ان شاء الله هرجع لكم. وبعد ما غطيتها 10 دقايق هوريكم هي طرية قد ايه. شايفين حاجة كده في منتهى الجمال. هجيب الطبق بتاعي وهقلبها ونشيل ورقة الزبدة وهنقطعها مع بعض دلوقتي وهنشوف الهشاشة والجمال بتاعها. تستاهل التجربة، أتمنى تجربوها وتعجبكم. يلا نقطع مع بعض ونشوف شكلها جميل ازاي وهشة ولذيذة جدا. مفيش أجمل من كده ولا أسهل من كده. طبعا كلنا عارفين الحاجات بقت غالية مولعة نار، فكل حاجة نحاول نعملها في بيتنا علشان نوفر أكتر بكتير من اللي هنجيبه من برا. شايفين لذيذة قد ايه، خطيرة جدا وهتسعدي بيها أولادك. تنفع كمان كسناك كفطار أو عشاء. ودلوقتي خلص الفيديو بتاعنا وأقول لكم باي باي واستنوني في فيديو جديد.